ايكو سيستم أو النظام البيئي. النظام البيئي هو مجموعة من الكائنات الحية والكائنات الغير حية اللي بتتفاعل مع بعض وموجودة في نفس المكان. عندي هنا مجموعة من الكائنات الحية زي عتريس وحنفي والنبات الأخضر، ومجموعة من الكائنات غير حية زي المية والصخر والصدف اللي موجود هنا في الحوض. وكل نظام بيئي بيتحدد نوعه على حسب الظروف اللي هو موجود فيها. يعني مثلا عندي من النظم البيئية الصحاري تعتبر نظام بيئي، زي مثلا الصحراء الكبرى عندنا، أو المياه العذبة تعتبر من أنواع النظم البيئية زي بحيرة قارون عندنا هنا في الفيوم، أو الأراضي العشبية وكمان المحيطات تعتبر من النظم البيئية. أي نظام بيئي بيتكون من مكونين رئيسيين: abiotic components أو مكونات غير حية، وbiotic components مكونات حية. المكونات غير الحية abiotic components دي زي العوامل الجوية من درجة حرارة، رطوبة، أمطار، أو عوامل تربة زي المعادن اللي موجودة في التربة، أنواع التربة. عندي كمان مواد عضوية ومواد غير عضوية. مواد عضوية زي بروتين وكربوهيدرات، أو مواد غير عضوية زي كربون، كبريت، المكونات اللي موجودة في البيئة. مكونات البيئة دي بتحدد لي بالظبط ايه انواع الكائنات الحية اللي هتعيش في البيئة دي. يعني مثلا لو انا في منطقة صحراوية المية اللي فيها قليلة، فده هيخلي الكائنات اللي موجودة فيها تقدر تستحمل المية القليلة. زي في الصحراء بلاقي فيه جمل يقدر يتحمل الظروف الصعبة، او الصبار بيقدر يتحمل الظروف الصعبة. برضو نفس الحكاية بالنسبة للعوامل الجوية. ضوء الشمس بيحدد لي كمية النباتات اللي هتكون موجودة في كل منطقة. الكائنات الحية أو biotic components دي مجموعة الكائنات الحية اللي موجودة في أي نظام بيئي من حيوانات أو نباتات أو ميكروبات. الكائنات الحية بتتقسم لنوعين: يا إما تكون بروديوسر يا إما كونسيومر. بروديوسر اللي هي الكائنات المنتجة اللي هي تقدر إنها تنتج غذائها بنفسها، ودي بتبقى النباتات الخضراء. النباتات الخضراء بتنتج غذائها بنفسها بعملية اسمها عملية البناء الضوئي أو فوتوسينثيسيس. العملية دي إنها بتاخد ضوء الشمس وبتحوله لطاقة مخزونة جوه النبات، بينقلها بعد كده بدوره للحيوانات التانية أو الكائنات الحية التانية اللي بتتغذى على النباتات، اللي هي بتعتبر كائنات كونسيومرز. والكونسيومرز عندي نوعين: يا إما هيربيفور أو كارنيفور. هيربيفور أو الكائنات اللي هي نباتية التغذية، أو كارنيفور اللي هي اللي بتتغذى على اللحوم. في الحلقة الجاية هنتعرف أكتر عن الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة، وإيه اللي بيربطهم ما بين بعض في أي نظام بيئي بحاجة بتسمى سلسلة غذائية أو فود تشين.